طب والله على قد ما انا زعلان على النتيجه الا اني فرحان فرحه الشماته. بسم الله الرحمن الرحيم، حلقه جديده. والزمالك يفوز على بيراميدز 1-0. 1-0 الزمالك والحكم، الزمالك والغازي يكسبوا بيراميدز 1-0. جون بزيره تسلل. وشوف اللقطه، ما تحسبهاش بخط الفار اللي عاملينه العبيط اللي تقريبا عاملينه مبكسل ولا ايه مش فاهم. بس شوف انت ايه، خط ضربه الجزاء، خط منطقه الجزاء بتاع الزمالك، شوف مين رجله اقرب ليه. شوفوا انت هتعرف يا تسلل ولا مش تسلل. زملكاوي اهلاوي انت شوف، واحكم انت بالعدل، احكم انت باللي انت شايفه بعينك. شوف الكره تسلل ولا مش تسلل. شوف الونش يستاهل طرد ولا لا. لما داس رجل فيستو مايلك حتى كان ياخد انذار، وله كره كمان دخل تدخل عنيف كان برضه ياخد فيها انذار. شوف بقى هو يستحق ولا لا. شوف ضربه الجزاء بتاع عمر جابر، عملها بايده كده، كده الكره عملها بايده كده. فانت شوف التحكيم وشوف بقى الشماته بقى. عشان تم في بيراميدز لان هاني سعيد كان ضارب بعد الاهلي والسيراميكا، بيقول لك اصل هي حاله طبيعيه، حاله جدليه مش عارف ايه. وقاعدين يطبطبوا على التحكيم ويقولوا لك اصل الوقت ضيق فما عرفناش نجيب حكام اجانب. طب والله لو كانوا عايزين يجيبوا كانوا هيجيبوا. بقول لك والله لو كانوا عايزين يجيبوا حكام اجانب كانوا هيجيبوا. الوقت كان طويل، لو عايزين وفكروا ان هم يجيبوا كانوا هيجيبوا وهيعرفوا يجيبوا حكام اجانب. لكن هم مكايده في الاهلي حكام مصريين. بيراميدز كده كده يعني، سيبك ان الدوري موجه، باين انه موجه من ساعه ماتش الاهلي وسيراميكا موجه للزمالك، سيبك من النقطه دي. لكن بيراميدز اللي هو ايه، استحلى معاهم الموضوع. يعني احنا انتوا بتكايدوا في الاهلي، انا هكايد معاكم. حكم مصري حكم مصري. شوف بقى هيطلعوا يعملوا ايه بقى بعد الماتش ده. شوف هيطلعوا يعملوا ايه، هيطلعوا يصيحوا على القنوات ويصيحوا في كل حته ويقول لك التحكيم واتظلمنا ومش عارف وهنشتكي الحكم وعايزين نشوف الفار والكلام اللي هيطلع ده. انا بقول لك ده هيحصل. هو فوز للزمالك. لعبوا، بس مش كسبوا في المتناول. بيراميدز في المتناول برضه، تقدر تكسب الفرقتين. جمهور الزمالك هو الحاجه الوحيده اللي كانت حلوه في الماتش. يعني دي حاجه لازم نضرب لها تحيه برضه، مهما كسبوا بالتحكيم وكسبوا بالظلم، لكن جمهور الزمالك لا، كان حاجه حلوه. كان كتير وكان مال الملعب، ونفس الجماهير دي ترجع نرجع في الدوري، يبقى الدوري الملعب متقفل. الجماهير ده حلاوه الكوره. الجماهير دي حلاوه الكوره. فانا نفسي الجماهير دي ترجع. لكن نقطة الجماهير خلاص، والجماهير تحية للجماهير وعظمة و10 على 10. مش هطلع بقى أقول ده بيعملوا تيفوهات غلط. مش هطلع يعني مش هطلع أنتقد في الجماهير، لا الجماهير كانت حلوة. لكن أنت أما تكسب بالتحكيم ما تطلعش بقى يعني ما تقولش بقى الأهلي والتحكيم يعني الأهلي خلاص أنت بتتكايد قدام الموجه خلاص، وبيراميدز خلاص هيطلعوا يصيحوا هيصيحوا. الزمالك فرق عنك ب5 نقط دلوقتي. الزمالك فرق عنك ب5 نقط، 49 44 44 وكله لاعب زي بعض. بيراميدز تكسبه، تكسبه فريق ضعيف جدا. من اللي انا شفته من بيراميدز فريق ضعيف. كمان عندك المدافع، مش فاكر مين، احمد سامي بيتهيألي خد انذارين ورا بعض، خد انذارات فمش هيلعب ماتش الاهلي. ومدافع اتصاب برده مش هيلعب ماتش. ما عندهمش غير مرعي بس هو اللي يدافع، محمود مرعي. هو ده قلب الدفاع المتاح ليهم الوحيد الاساسي في ماتش الاهلي. فانت هيلعبوك من غير قلب دفاع، ده غير مستواهم اصلا اللي من ماتش الجيش الملكي ومن قبل ما بيلعبوش كوره. بيراميدز دول مستواهم واقع. والزمالك برده ما عملوش حاجه النهارده غير كره الاوفسايد دي. هيطلع ناس يقول لك بزيرة احسن لاعب في مصر، بزيرة بزيرة بزيرة. وما عملش حاجه في الماتش اصلا. يعني بزيرة ما عملش حاجه في الماتش خالص غير الانفراد اللي حطه. ده انفراد، انفراد هو الحارس حطها جوه تسدد. ما زودوش في الفجور وبرده كل شيء بنزل بقى. لا يا عم الزمالك كده كده كسب واحنا في الدقيقه حاجه و90، لا خلاص يا عم احسبها تسلل يا عم بقى. يعني ما تبقاش باينه كده يعني. ما كنت تحط محمود وفا احسن والله. والله كنت تحط محمود وفا احسن، كان يبقى شكلها حلو، شكلها الاستفزازي حلو. الاهلي مستحيل مستحيل هيلعب ماتش الزمالك وبيراميدز من غير حكام اجانب، دي حاجه مفروغ منها ومستحيل. بالذات ماتش الزمالك مستحيل. ولا دي الوقت هننسحب. وانا مع الاهلي بقى لو انسحب المره دي. المره اللي فاتت ما كنتش معاه، لكن المره دي لا، انا مع الاهلي لو انسحب. ليه؟ لان واضح الفجور اللي باين. واضح ان كل ماتش الحكم له توجهات ونازل يعمل حاجه معينه في دماغه. كوره فيستون مايلي الفار ما جابهاش، محمود الونش داس على رجله ما جابهاش. استدعى وفا في الكره اللي داس على رجل واحد من الزمالك، يعني داس على رجله. يعني استدعى الفار، استدعى الحكم وخد انذار اللي هو المدافع اللي هيغيب عن الماتش. احنا مصلحه انه يغيب. لكن بوريك توجهات الحكم وغيره وغيره وغيره. الماتش النهارده يعني كان واضح ان الحكم مع الزمالك. واضح ان الحكم مع الزمالك، واضح الظلم التحكيمي اللي بيحصل لبيراميدز. بس احسن انكم اتظلمتوا، احسن انكم بره المنافسه. انتوا زينا في النقط اللي كان هنكسبكم، هتطلعوا بره المنافسه. الزمالك لسه بقاله سيراميكا على ماهر، واتوقع ان الزمالك هيتعثر في ماتش سيراميكا.
هيتعثر في ماتش ام. هو بص انا هقول لك 3 ماتشات هو هيتعثر في سيراميكا، يا في ام بي يا في المصري. لا هو لاعب المصري، يتعثر يا في سيراميكا يا في ام بي. واحد من دول هيعصرهم. ام بي هيعصرهم، ممكن يعصرهم ممكن، لانهم هيلعبوا بيراميدز وبعدين ام بي وبعدين الاهلي. تركيزهم مش هيبقى على ام بي، هم تركيزهم بقى هنعمل قدام ماتش الاهلي، هينسوا ام بي دي خالص. هم هيركزوا يعملوا قدام ماتش الاهلي. فانت عندك ام بي احتمال كبير يوقع الزمالك، ويا سلام لو وقع الزمالك وقلنا بقى بمعنويات اللي هم وقعوا من ام بي بقى، يقولوا واقعين من ام بي بقى ونكسبكم احنا وناخد، يا سلام والله يبقى احسن سيناريو في الدنيا. بس اكسب انت، يعني انت مستواك ده احنا بنقول اكسب بندعم، اكسب يا عم، كل الدعم انك تكسب الزمالك وبيراميدز. ما احنا هنعمل ايه؟ ما قدامناش حاجه، مجبورين على سروب ومجبورين على المجموعه ديت ومجبورين على كل حاجه. فكل الدعم ان احنا نكسب الزمالك وبيراميدز. جماهير هتلاقيها ماليه الملعب وماليه الاستاد في الماتشين دول. هتلاقينا بنشجع، وهتلاقينا بنشجع ضد بيراميدز وبنشجع ضد الزمالك، وهتلاقي الجماهير ماليه الملعب. فاحنا هنكسب يعني هنكسب. يا اما انت ما تستاهلش الدوري، يعني بالتحكيم يا عم انا وحش، بس يا عم انا معاك اهو بنافس معاك يعني انا وحش والتحكيم ضدي وبنافس معاكم. ما بالك انا لو حلو بقى والتحكيم عادل، هعمل ايه؟ الدوري كان زمانه خلص قبل ما ندخل في مجموعه 7 فرق دول. يعني دايما كنا بنخلص الدوري بدري بدري. الدوري اللي فات برضه كان نفس الحاله، الدوري في رجل بيراميدز، هيكسبوا ماتشاتهم هياخدوا الدوري، خسروا من البنك الاهلي واحنا كسبنا ال6 ماتشات بتوعنا وخدنا الدوري. فالامر سهل وبسيط، الزمالك هيخسر وبيراميدز هيخسر تاني، حتى لو خسر منك هيخسر تاني برضه. انت قدام ماتشات صعبه، مش ماتشات اي كلام. ففي فرقه هتقع او في فرقه هتقع. فكل الدعم للاهلي في ماتشين الزمالك وبيراميدز ضد الظلم التحكيمي وضد الزمالك وضد بيراميدز. يعني هنواجه الظلم، هنواجه الحكم في الماتشين. هيرادوا بيراميدز يدوهم التحكيم بص ملهاش حل غير حكام اجانب، بس ما ينفعش تتلعب بحكام مصريين، ما ينفعش، يعني ما ينفعش تلعبها بحكام مصريين. بس كده تكون خلصت حلقتنا النهارده. السلام عليكم.